يسرى عمار، بعد ذلك بينية عراقية بتصل لمصلحة العراق، وصلت للعراق عرضية الله، القادمون من بغداد إلى الدوحة عينهم دائما يا أمير تكون على اللقب. كلاسيكو الخليج يبدأ بهدف الأمير حيدر، يبدأ بهدف الأمير حيدر. الحطة الصعبة البينية كانت روعة، وحطة الأمير حيدر. اضرب التحية، فالتحية تأتي من الدوحة وتحتفل بها إلى العراق. الأمير حيدر، الأمير حيدر يسجل في اللقطة الماضية. بينية كانت عن طريق جعفر، وبعد ذلك في مرمى الشواف وضعها، ما شافها الشواف، صعبة كانت على الشواف. سجل ويحيي جوزيف في اللقطة الماضية، سجل الهدف الأول واستطاع أن يعطي تقدم لمنتخب العراق. أسود الرافدين بعد عرضية زين العابدين، زينة كانت من زين وصلت إلى الأمير، والأمير يضعها في مرمى الشواف. 1-0 للعرار في 2007 في آسيا، ذلك المنتخب اللي حقق آسيا. لكن هنا كرر السعيدي عرضية وصلت عراقية، بعد ذلك مرت من الشواف، خاطئة اللقطة الماضية. سوء تفاهم كان ما بين عبد الله العولة وما بين أحمد الشواف، وضعها جعفر العيساوي. جعفر العيساوي يضع اللقطة الماضية، والكرة وصلت إلى ضربة ركنية. من هذه الكرة البينية الخطيرة كان الشواف خرج لها، ولكن جعفر العيساوي والخطأ اللي كان ما بينه وما بين اللاعب عبد الله العولة. الكرة الماضية وصلت إلى خارج مصر عند الأمير حيدر. الأمير حيدر مر، الأمير حيدر تحضير، وصلت عراقية، وصل لعراق، وصل لعراق. الله على التسديدة، لكن الشواف في اللقطة الماضية حرمت. هل يندم هذه الكرة العرضية العالية؟ وصلت عند كرار، طالت الكرة ما زالت، وبعد ذلك طالت على عمار إلى خارج أرضية الملعب. لكن بعد ذلك فقدها للكرة، تعود الكرة على الجانب الأيمن، تسديدة قوية من مكان بعيد، أبعدها الشواف. قدم زين العابدين سددت، والشواف تألق للمرة الثانية، تألق وقبل على الجبين على هذا التصدي. الشواف نجم الشوط الأول بتصدياته من منتخب الكويت، تسديدة كانت من مكان بعيد، سددها وتألق وارتمى لها الشواف، ارتمى لها الشواف، وضع يده وتألق معها وأبعدها، ووصلت إلى خارج الكويت مع بداية الشوط كما سجل في بداية الشوط الأول. وصلت عند الأمير، عادت من جديد عن طريق علي سدد من مكان بعيد، ما زالت عراقية، ما زالت عند جعفر العيساوي. جعفر العيساوي، التغطية والرقابة والدفاعات الكويتية مستفيقة، عادت عن طريق عمار من كرة عالية بالراس، وصلت الكرة عند حارس المرمى أحمد الشواف، وصلت عند حارس المرمى أحمد الشواف. الرائع مرة علي الرضا، وصلت عراقية على الجانب الأيمن، العراق لتسجيل هدف ثاني. زين العابدين بينية، يا سلام، وصلت إلى علي، سقط قبل أن يصل إليها، سقط علي قبل أن يصل إليها. ضربة ركنية عند زين العابدين ياسر مع الدقيقة 88، مراقبة لصيقة للاعب علي الرضا. حكم يحذر اللاعبين، حكم يحذر اللاعبين من أي محاولات للوصول إلى خطأ وإلى ركلة جزاء. تصل للضربة الركنية عند زين العابدين، أرسل الضربة الركنية زين العابدين، خرج أحمد الشواف وحولها، ذلك ترويض ببطن القدم والوقوف على الكرة. شاهد الكنترول، عالمي هذا الكنترول، ترويض الكرة أيضا كان عالمي. ومع الثواني الأخيرة ومحاولات الوصول قد تكون عن طريق هذه الكرة الثابتة. الآن ما زال الحديث متبقي لدى منتخب الكويت. ترسل الكرة العرضية العالية، ورت الله
عادات الكويت الاستسلام، بل من عادات الكويت أن يعود في الوقت الذي لا تتوقع منه العودة. عاد الكويت، سجل منتخب الكويت، الموج الأزرق يرتطم فيه العراق ويسجل بعد ذلك عن طريق اللاعب البديل هدف عراقي أو هدف كويتي عن طريق محمد المطيري. اصطدمت وتهادت إلى المطيري وسجل المطيري في وقت قاتل. أخبرتكم بأنها الأخيرة، إنها الأخيرة وفي الوقت القاتل، ويذهب ليعانق طارق الخليفي. 1-1. عاد منتخب الكويت رغم النقص بالغيابات التي تأثر فيها، إلا أن منتخب الكويت لم يستسلم، وعاد منتخب الكويت عن طريق محمد المطيري. 1-1. عاد منتخب الكويت وسجل الكويت، واللعب يستمر ويقلبون الطاولة مع هذه الكرة مبعد اللقطة الماضية. عادت من جديد، ثواني أخيرة، دخلنا في الوقت بدل من الضايع، وبدل من الضايع من ساعة حكم محمد المزيد. الكرة بتعود في وسط الملعب، ما زالت عراقية مستمرة على الناحية اليمنى. طالت الكرة وتجاوزت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى خارج أرضية الملعب لمصلحة منتخب الكويت. انذار سيكون بالفعل على لاعب منتخب العراق. رمية تماس ستنفذ سريعة. وصلنا إلى 98 والكرة بتعود على الناحية اليسرى لتصل إلى رمية تماس. ناظر في ساعته، أخذ توقيته وأعطى لحظته. طارق الخليفي سيرتب الوضع في الجولة القادمة. تعادل مرضي، العراق تراجعت في الشوط الثاني أكثر من اللازم، لكن هنا إنها الأخيرة عند علي الرضا. علي الرضا سدد، علي الرضا وصلت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى خارج أرضية الملعب. ضربة ركنية. هل يسجل العراق كما سجل منتخب الكويت في الدقائق الأخيرة واستطاع أن يحرز هدف تعادل إلى أن الدور على منتخب العراق؟ الآن العراق لتسجيل هدف ثاني، ترسل عالية مرت من الجميع وتحولت إلى الناحية اليسرى. بعد ذلك معها يطلق المسيس صافرته لإعلان نهاية الوقت بدل من الضايع وبالتعادل الإيجابي. العراق 1 الكويت 1. وكان محدثكم سعود الحريري. انتقل بالكلمة الصوفية لزميلي وفيصل الدين. تفضل فيصل، لك الكلمة بعد الحدث. السلام عليكم.